كرة اليد المصرية النهاردة في ماتش السوبر بين الأهلي وسبورتنج. هو بس سؤال، احنا عمرنا شفنا بطولة سوبر في العالم كله، في أي دولة في العالم كله أو في أي لعبة بيمارسها العالم كله بتتلعب بدون جمهور؟ ايه السبب اللي يخلي اتحاد كرة اليد النهاردة أو من امبارح يقرر إن النهاردة ماتش السوبر بين الأهلي وسبورتنج يتلعب بدون جمهور؟ ادوني سبب مقنع واحد يقول ان اللي بيحصل ده عدل، ان انا العب سوبر نهائي يعني كاس بطولة، العب نهائي البطولة دي بدون جمهور. يعني انتوا عاوزين تحرموا الاهلي من قوته الاولى والاساسية اللي هي قوة الجمهور؟ طب يعني انتوا يعني يا عم الناس دي كويسين والناس دي حلوين واحنا اللي ناس سيئين، بتلعبنا بدون جمهور ليه؟ انت عاوز نلعب البطوله بدون جمهور ليه؟ طبعا احنا كلنا عارفين كره اليد وعارفين اتحاد كره اليد وعارفين ميول اتحاد كره اليد وعارفين من ايام ما كانوا بيجبروا اللاعب ان هو يوقع لنادي معين عشان يلعب في المنتخب، ومش لو ما وقعش ما هوش لاعب في المنتخب والقصص دي كلها. العب انا بطوله زي دي بدون جمهور ليه؟ ده انت لو راجل رئيس مجلس اداره سبورتنج مش هتاخد القرار ده. يعني انت وصلتوا من الفساد وعدم احترام الناس، وان انت مفيش عليك رقيب، ان انت بتاخد اي قرار في اي وقت وبص خبط الموقف في الحيط. مش انتوا الاهلي هتلعبوا من غير جمهور؟ يعني انت عاوز تضيع او تاخد مننا قوتنا الاساسيه في الجمهور في بطوله، في نهائي بطوله، مش ماتش عادي، ده نهائي بطوله. يا جماعه احنا زهقنا، اقسم بالله زهقنا من الناس دي. الناس دي بتفكر ازاي؟ الناس دي عايشه وسطنا ازاي؟